السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اشتركوا في القناة وضعوا إعجابا لوصول الأخبار أولا بأول. نبدأ الآن على بركة الله. أشعل اللاعب المغربي إبراهيم دياز منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره رسالة طويلة ومؤثرة على موقع إكس، عبر فيها عن حزنه العميق واعتذاره الصريح للجماهير المغربية عقب الخروج المؤلم من البطولة الأخيرة. الرسالة، التي حملت الكثير من الصدق والوجع، لامست قلوب الملايين داخل المغرب وخارجه، وأعادت التأكيد على العلاقة العاطفية الكبيرة بين اللاعب والجمهور. وقال دياز في مستهل رسالته إن روحه تؤلمه بعد الفشل في تحقيق اللقب الذي طالما حلم به، مؤكداً أن هذا الحلم ما في داخله بفضل الحب الكبير الذي تلقاه من الجماهير المغربية في الفترة الأخيرة. وأضاف أنه استمد القوة من كل رسالة دعم وصلته، ومن كل كلمة مساندة جعلته يشعر بأنه ليس وحده في هذه الرحلة. وتابع نجم المنتخب المغربي قائلاً إنه قاتل بكل ما لديه وبقلبه قبل قدميه، لكن الظروف لم تكن في صالحه هذه المرة، وأنه يتحمل المسؤولية كاملة عن الأداء والنتيجة، مقدما اعتذارا صادقا نابعا من أعماق قلبه لكل من وضع فيه الثقة وانتظر منه الكثير. واعترف دياز بأن الطريق نحو التعافي لن يكون سهلا، وأن هذا الجرح العميق لن يلتئم سريعا، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه سيحاول النهوض مهما كان الألم. وقال إن هذا السعي ليس من أجله فقط، بل من أجل كل من آمن بقدراته، ومن أجل كل من عاش لحظات الحزن والخيبة معه. كما أكد اللاعب أن المشوار لم ينته، وأن ما حدث لن يكون سوى دافع إضافي له للعودة أقوى، والعمل بجهد أكبر حتى يتمكن يوما ما من رد جميل الجماهير المغربية التي احتضنته بحب كبير، وجعلته يشعر بانتماء حقيقي لبلد أعطاه الكثير. وختم دياز رسالته بكلمة أصبحت شعارا وطنيا تردده الملايين: ديما المغرب، في إشارة واضحة إلى التزامه المستمر تجاه المنتخب وإلى العلاقة التي أصبحت تتجاوز حدود كرة القدم، لتلامس مشاعر الانتماء والعاطفة الوطنية.